الكشري المصري من احلى الاكلات المصرية. هي الكشري المصري اللي بيحبها كل المصريين بكافة الطبقات، غني بقى فقير صغير كبير، كل الاذواق بتحب الكشري المصري. ومش بس المصريين، كمان العرب وحتى الاجانب بقوا عارفين دلوقتي الكشري بالدقة وكتر الورد. واحلى حاجة بقى في الطبق القمر ده ان هو كشري حلة واحدة، يعني هي ست الكل هتعملي كل حاجة في حلة واحدة، مش هتستهلكي مواعين كتير، ووقت بقى كده ايه في الخفيف خفيف انجاز كده. نقول بسم الله ونصلي على الرسول ونبتدي بالمقادير. اول حاجة معايا هي البصل. اقطع كده بصلتين كبار حلوين، براحتك بقى الكمية، عايزة تكتري تقللي براحتك. اقطعهم جوليان كده رفيع علشان تبقى مقرمشه معايا. والتركه بقى اللي تخليه مقرمش، انا هزود عليه معلقتين كبار من النشا، وكمان كده معلقه من الخل، وهقلب بقى الكلام ده كله كده في بعضه قبل ما احطه في الزيت. هيديله بقى قرمشه ولون تحفه، يقعد معاكي بالساعات مقرمش وزي الفل. نزلته كده بقى في الزيت، ومش بقلبه اول ما بنزله، انا بهدي النار كده وسط شويه، وبعدين ايه اول ما يبتدي معايا ياخد اللون الذهبي هديله كده تقليبه عشان ما يلزقش في بعضه. واجهز بقى انا الصلصه بتاعتي، عباره عن معلقه كبيره من الثوم المفروم في زيت من زيت قلي البصل، هقلبه كده ياخد يدوب سنة لون كده ذهبي. هبتدي بقى انزل عليه بالملح، وهنزل بمعلقة كبيرة من الصلصة، ومعلقة كبيرة من السكر وكمون والفلفل الاسود، وهقلب بقى الكلام كده في بعضه. وبعدين انزل بعصير طماطم مركز، انا عصرة الطماطم من غير ولا نقطة مية، وهقلب بقى الكلام كده واسيبها بقى تتسبك كده مع بعضها. وابتدي بقى في حله تانية اجهز بقى ايه المكونات، برضو في زيت من زيت قلي البصل نص كوبايه كده. هنزل بالشعريه بتاعتي، هقلب بقى الشعريه، عايزاها تاخد لون ذهبي، مش عايزاها تكون لونها غامق خالص. الشعريه بتاعتي بقى على ما تحمر انا مجهزه كل حاجة جاهزة تقريبا. الرز المصري بتاعنا المغسول، وكنت نقع العدس الأسمر أو العدس بجبة قبلها بحوالي ساعتين في مية تفضل تكون سخنة، وفص كده من الثوم، ومعلقة صغيرة من الكمون، وسبته منقوع شوية. في حلة تانية بقى أسلق كمان الحمص عشان كل حاجة تكون جاهزة معايا في وقت واحد. اقلب بقى كده الشعريه، عايزاها تبقى لون واحد، مش عايزاها تاخد لون غامق فاتح، وعايزاها لونها كده ذهبي وجميل. اول بقى ما تاخد اللون الحلو بتاعنا هبتدي بقى انزل بالمكونات بالتدريج. اول حاجه الرز المصري بتاعنا المغسول، هبتدي بقى انزل بيه وهقلبه بحيث ان انا عاوزاه كله يتغلف بالزيت عشان يكون مفلفل معايا، لانه كله هيتسلق مع بعض. ده العدس بقى بتاعنا اللي كان منقوع ومغسول وزي الفل، نزلنا بيه هنقلبه هو كمان ياخد تغليفه برضو من الزيت. كل الكلام ده كده تشويحه حلوه في الزيت اللي انا محمره فيه البصل، بيديله طعم ونكهه حلوه جدا. كل الكلام ده بقى كده اتاكدت انه اتغلف كويس بالزيت وبقى مفلفل كده وزي الفل. هبتدي انزل بالمكرونه حوالي 200 جرام. بصي المقادير زي ما انت عاوزه، يعني انا مش بايدك بالمقادير، براحتك حسب الكميه اللي انت حباها. اهم حاجه ان انت يعني تبقى في مساواه بين المكونات. انا استخدمت مكرونه اللي هي الصغيره المقصوصه دي، هي تعتبر افضل حاجه في المكرونه، في يعني الشكل بتاع الكشري بتكون دي لطيفه قوي. ومعايا بقى طبعا اساسي مكرونه سباكيتي، ممكن تقطعيها 2 وممكن كمان 3 علشان هتكون كده افضل، ما تسيبيهاش طويله قوي. حطيت كده مكعب مرق الدجاج والملح طبعا، وشويه من الفلفل كده الاسود، ونزلت بقى بميه سخنه. الميه يدوب تغطي المكونات بتاعتي، مش عايزه ميه كتير علشان ما تعجنش. واهم حاجه ان انا مش هغطيها، اسيبها كده مكشوفه علشان المكرونه ما تعجنش معايا. وتقليبه كده خفيفه المكرونه الاسباجيتي علشان ما تمسكش في بعضها. ولو تلاحظوا احنا حطيناها طولي وعرضي على اساس ان هي برضو تبقى فيه فراغات ما تمسكش في بعضها. اول بقى ما تبتدي كده تتشرب خلاص، اديتها بقى تقليبه كده خفيفه وغطيت كده عليها خلاص. هسيبها بقى ايه تستوي كده مع بعضها، خطيره، لا معجنه ولا اي حاجه، ومستويه وزي الفل ومفلفله وجميله جدا.
الصلصة بتاعتي كمان اتسبكت كده وبقت زي الفل. اول ما هطفي على الصلصة هبتدي بقى ازود الخل، ودي من اهم حاجة، انه لكل كوباية من الصلصة معلقة كبيرة من الخل. كمان الدقة جهزناها، توم كده في شوية زيت صغيرين. التوم مش بحمره خالص، يعني يدوب بس ريحته بتطلع. بزود بقى عليه نص كوباية من المية، وبزود عليه نص كوباية من الخل والكمون والكزبرة الجافة ورشة كده من البابريكا، وممكن شطة لو عاوزينها تكون حراقة. كمان جهزت الشطة بتاعتي، معلقتين كبار او زي ما تحبي الكمية، صلصة وشطة. انا مستخدمة هريسة انا مجهزينها في البيت، وبس كده كده تقليبة حلوة، وكده كل المكونات جاهزة، وبقى معانا طبق كشري قمر. كل حاجة فيه مستوية ومفلفلة وزي الفل، وما استخدمناش مواعين كتير بقى ولا اي حاجة. بجد الطريقة دي هتعتمدوها وهتحبوها، لطيفة جدا جدا. والدقة بقى بالكمون والخل والليمون خطيرة.